سبونج بوب سكوير بانتس هو مسلسل تلفزيوني أمريكي متحرك قام بالتصميم ديالو المذيع وعالم الأحياء البحري ستيفن هيلنبرغ. وكيهضر المسلسل على مغامرات وحكايات حول الشخصية الرئيسية واللي هو سبونج بوب والأصدقاء تاعو واللي كيعيشوا في مدينة خيالية تحت الماء وبالضبط بالمحيط الهادئ واللي سميتها قاع الهامور. هذا العمل حظى بشعبية كبيرة في العالم كامل، فما كاينش شي طفل دابا اللي ما كيعرفش سبونج بوب، هذاك الإسفنجة الصفراء اللي ساكن في أناناسة تحت البحر واللي كيعيش مغامرات مع بسيط مستر سلطع وشفيق وشمشون وغيرها من الشخصيات. فبزاف من الناس كيبغوه خصوصا الأطفال. ولكن واش عمركم فكرتوا شنو ممكن يكون مخبي ورا شخصيات هذا الكرتون؟ وشنو هي أغرب النظريات اللي كتدور على شخصياته والأبطال تاع القصة؟ شنو هي حقيقتهم اللي مخبية ورا الابتسامة ديالهم؟ وشنو السر اللي ورا بعض الحلقات اللي كانت كتدور على أحداث غريبة ومريبة؟ فهاد الأسئلة وكثر غنجاوبوا عليها في حلقتنا اليوم ونغوصوا في الجانب المظلم والخفي ديال سبونج بوب. فقبل ما نكملوا ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. فبلا مقدمات نبداو بأول شخصية في الكرتون واللي هي الشخصية الرئيسية سبونج بوب سكوير بانتس. فهاد الشخصية الظريفة واللي كانت ديما كتضحك واخا كتكون في مواقف اللي صعيبة. فسبونج بوب كيبان لنا على انه مزيان وظريف وديما ناشط، ولكن الا ركزنا شوية غادي نلاحظوا انه كيتصرف بطريقة ماشي طبيعية. فهو ديما فرحان بزاف وكيضحك بلا سبب، فما كيعرفش يركز وكيعاني من الاندفاعية. وهذا الشيء كنلاحظوه في بزاف تاع الحلقات في المسلسل. وماشي هذا الشيء صافي، فهو صعيب عليه يتعامل مع المواقف الجدية، وهذا الشيء كيبان لنا خصوصا في امتحان السياقة اللي كان كيدوز، بحيث انه كان سنين هو كيتعلم وكيدرس، ولكن منين كيجي يوم الاختبار كيسقط فيه. فهاد التصرفات ديالو هي قريبه بزاف الاعراض النفسيه كتسمى اضطرابات نقص الانتباه وفرط الحركه، وللاسف هاد الشيء كيكون عنده انعكاس سلبي على الطفل. فمنين الطفل كيشوف هاد الشيء كيقدر يظن ان هاد السلوك عادي ومقبول، ولكن في الحقيقه هي سلوكيات غير صحيه كيتعلموها بلا ما يحسوا. بالاضافه لهاد الشيء فالكرتون كيصور لنا سبونج بوب على انه خدام في ظروف الاستغلاليه، وهذا الاستغلال كيكون صاحبه هو مستر سلطع مول مطعم سلطع برجر، واللي معروف عليه انه كيموت على الدرهم وقرصاص وما كيهمه غير الربح واخا يكون على حساب الموظفين تاعو. فكيستغل سبونج بوب بطريقه اللي واضحه، كيخليه يخدم ساعات طوال بلا علاوه وبلا ترقيه، وكيرفض يعطيه حتى يوم راحه. فكنشوفوا في بعض الحلقات ان سبونج بوب بالرغم من انه كيدير المهام تاعو على اكمل وجه كيتعرض للسخط من طرف مستر سلطع، مع ذلك كيبقى سبونج بوب فرحان وعاجبه هذا الشيء اللي كيتمارس عليه من طرف المدير ديالو. فهذا الشيء كيعطي للاطفال صوره مغلوطه باللي ان الاستغلال في الشغل هو حاجه اللي طبيعيه وعاديه. ومن غير هذا الشيء فشخصيه سبونج بوب خرجوا عليها بزاف تاع النظريات، نذكروا من بينها ان سبونج بوب هو طفل في عقل اسفنجه. هاد النظريه كتقول بان سبونج بوب باقي دري صغير واحد في دماغ اسفنجه راشده، فالتصرفات ديالو الطفوليه والحماس الزايد والبراءه كتدل على انه مازال ما نضجش وكيعيش في صراع داخلي ما بين الطفوله والنضج، واللي فارض عليه انه يخدم في مطعم ويدير مسؤوليات ديال الكبار. وكاينه نظريه اخرى كتقول بان سبونج بوب هو اصلا ميت من زمان. فاصحاب النظريه كيامنوا بان سبونج بوب ميت، وكل الأحداث اللي كنشوفوها في السلسلة ما هي غير حياة ما بعد الموت، وكأن أرواح الكائنات اللي ماتت كتكمل حياتها تحت الماء في قاع الهامور. ونختموا بآخر نظرية لهذه الشخصية واللي هي أن سبونج بوب هو أداة كتستعملها أيادي خفية باش تغسل الدماغ ديال الطفل. فكاينين اللي كيشوفوا أن سبونج بوب هو مشروع لغسيل دماغ الدراري الصغار بحركاته السريعة وألوانه الزاهية والقصص الغريبة اللي بلا معنى وكتساهم في الغباء. ودابا خلينا ندوزو لثاني شخصية معنا في هذا المسلسل واللي هي شخصية بسيط نجم واللي سميتو بالإنجليزية باتريك ستار. فبسيط في السلسلة هو الصديق المفضل لسبونج بوب، والمعروف على هذه الشخصية البساطة تاعها والعفوية المبالغ فيها مع تصرفات كتمتاز بالغباء في مرات كثيرة. فهذه الشخصية بالرغم من أنها كتبان لنا من برا على أنها شخصية لطيفة ومرحة، إلا أنها كتعتبر هي أيضا من الشخصيات اللي خرجوا عليها بزاف تاع النظريات والحقائق الخفية. نذكروا من بينها أن بسيط في السلسلة كتعتبر شخصية كسولة ومعتمدة على الغير بزاف. فبسيط ساكن تحت صخرة وما عنده لا خدمة ولا هدف عايش على قبله، وفي معظم حلقات السلسلة كيكون بسيط دائما كيتاكل على سبونج بوب في كل شيء، وحتى في الحلقات اللي كيبغي يبان فيها انه نافع ويقدر يدير شي حاجه ما كيدير غير الكوارث. فواش هذا الشيء كيخلينا نضحكوا؟ ولكن واش كيعكس شخصيه صحيه؟ فالجواب طبعا هو لا. فبسيط كيمثل شخص كيعيش الفراغ التام وانه عايش غابه باش ياكل وينعس ويتفرج. هذاك الشيء علاش هذا النوع ديال الشخصيات ممكن انه يزرع في عقول الاطفال ان الكسل واللا هدفيه حاجه اللي مقبوله وحتى مضحكه، والغباء صفه اللي مزيانه. فهاد الصفه ديال الغباء اللي عند بسيط كتدفعنا لواحد السؤال اللي هو واش بسيط نيت غبي ولا انه كيتغابى؟ فالناس كيشوفوا بان شخصيه بسيط هي شخصيه غبيه بزاف كدير مواقف سخيفه كيهضر بكلام ما فيه حتى شي معنى. ولكن واش فعلا بسيط ساذج ولا كيتصنع داك الغباء باش يخبي حاجه اخرى؟
فالناس كيشوفوا باللي بسيط هو شخصيه غبيه بزاف، كيدير مواقف سخيفه وكيهضر بكلام ما فيه حتى معنى. ولكن واش فعلا بسيط ساذج ولا كيتصنع داك الغباء باش يخبي حاجه اخرى؟ بعض المحللين كيقولوا بان بسيط عنده نوع من الغباء المقصود، يعني انه كيتغابى باش ما يتحملش المسؤوليه وما يبانش كشخص واعي، وفاش كيوقع شي مشكل ديما كيلصقوا لهم في سبونج بوب وبسيط كيخرج منه واخا يكون هو اللي دارو. فهاد التصرف في الحقيقه ممكن انه يكون نوع من الانانيه المبطنه، حيث انه كيستغل الناس اللي حداه بلا ما يبان. وكاين اللي كيشوف باللي بسيط عنده نوع من الغيره والتسلط، فبالرغم من انه كيبان كصديق مخلص ولكن في بعض الحلقات كيبان فيه وجه اخر، وجه كتسيطر عليه تعابير الغيره، فكيبان كيغار من اي واحد كيقرب لسبونج بوب سواء ساندي ولا شفيق ولا حتى مستر سلطع. وكاين حلقات كيولي فيها بسيط عدواني، كيسب وكيدفع وكيحاول انه يفرق ما بين سبونج بوب واي واحد كيقترب ليه. وهذا السلوك كيوري بان بسيط كيحمل نوع من السلوك التملكي، بحال الا كيملك سبونج بوب، وهذا الشيء ماشي سلوك ديال صديق سوي. وكاينين نظريات ديال المعجبين كتقول بان بسيط هو مريض نفسي وكيعاني من اكتئاب مزمن، وهذا الشيء كتاكدوا حلقات المسلسل، حيث ان بسيط ديما كيبقى في دارو كينعس كياكل وما كيهضر مع حتى شي واحد من غير الا جا عنده الصديق ديال سبونج بوب ولا تلاقى معه. وهذا الشيء كيشوفوه اصحاب هذه النظريه هو مجرد محاوله للهروب من الواقع، وحتى العزله الاختياريه اللي كيديرها بسيط ما هي الا نتاج عن المشاكل النفسيه عميقه. ودابا ندوزو لثالث شخصيه معنا في هذه الحلقه واللي هي شخصيه شفيق. فكل شيء كيعرف شفيق داك الجار الغاضب ديال سبونج بوب واللي ديما معصب وما كيضحكش. هاد الشخصيه كنشوفوها خدامه في مطعم مستر سلطع، وهو اللي مكلف بلاكيس وكيعيش بوحدو في دارو اللي جات ما بين دار سبونج بوب ودار بسيط. ولكن واش عمرك فكرت شنو كاين ورا داك الوجه البارد ديالو؟ واش فعلا شفيق هو شخصيه ساخطه على الحياه ولا كاين شي حاجه اخرى اعمق واخطر واكفس؟ فمن خلال المشاهده ديالنا لحلقات المسلسل كيبان لنا شفيق انه كيبغي شي حاجه سميتها الفن، وكيعتبروا طريقه للهروب من الواقع اللي كيشوفه مرير. فالوحيد اللي كيعطيه شفيق قيمه في حياته هو الفن، خصوصا الرسم. ولكن هذا الفن كيبان انه سبب من اسباب العذاب ديالو. فكيفاش؟ لان الناس ديما كيضحكوا عليه، فشفيق كيعتبر الفن هو الوسيله الوحيده باش يحس بقيمه لراسو. ولكن كل مره كيتلقى فيها الاهانه كيرجع اكثر حقدا وسوداويه من الاول. فهاد عدم التقدير ديال شفيق وان معظم الشخصيات كيشوفوا غير كيخربق كيزيد يأزمو نفسيا وكيكون دائما حاقد. وماشي هادشي صافي، ففي بعض الحلقات كيبان لنا شفيق غاضب بزاف لدرجه انه كيبغي يصفيها لراسو، وهادشي اللي كان بان في واحد الحلقه اللي تم المنع ديال العرض ديالها، فشز الحبل وكان بغى يستعمله باش يوضع حد للحياه ديالو. فكنا كنعرفوا بان شفيق عزيز عليه يلعب بالكلارينيت ولكن بشكل مشوه ومزعج. ففي هذا الاطار كاينين بعض النظريات كيقولوا بانه كيلعب باش يسكت اصوات كاينه في الداخل ديالو وكيحاول يطرد شي طاقه سلبيه كطاردو. وهذا الشيء كيتاكد لنا في بعض الحلقات ديال المسلسل اللي كيبان فيها شفيق كيقول انا بوحدي وديما بوحدي بصوت لي حزين، وكيرجع يعزف في زوايا مظلمه. فواش ممكن انه يكون كيستعمل الموسيقى كطقس باش يهرب من شي ماضي مظلم؟ فهاد الشخصيه ديال شفيق كاين اللي كيشوفها بانها كتمثل الانسان الحقيقي العصري. فشفيق في الكرتون هو ماشي عشوائي بل كيرمز للانسان اللي ما حققش احلامه وعايش وسط ناس ما كيعترفوش به. زيد عليها انه مجبر يخدم باش يعيش، ولكن الخدمه كتدمر اكثر. فشفيق هو وحيد ومكتئب وكيتخبى في الغضب باش ما ينهارش. فبمعنى اخر شفيق هو مرآة للناس الكبار اللي كانوا اطفال بحال سبونج بوب ولكن الحياه طحناتهم. وكخلاصه فشفيق ماشي شرير ولكن هو ضحيه ديال عالم داخلي مدمر. فهو شخص كيتمنى انه تو يضحك ولكن ما عارفش كيفاش، كيتمنى يكون محبوب ولكن كيرفضوه الناس، كيتمنى يحقق شي حاجه ولكن كيخاف من الفشل. وفي وسط هذا الصراع كاين شي حاجه لداخل ديال شفيق كتغذي هذا الغضب والحزن. فهنا اصدقائي كنكون وصلنا لنهايه ديال حلقتنا اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك الا كانت عجبتكم الحلقه، وشاركوني ارائكم تحت في التعليقات وشنا هي الحلقات اللي تبغي تشوفوها في القناه مستقبلا. كان معكم بيرون، تحياتي لكم والسلام عليكم.